لنا جت معاك ازاي؟ بدايتها بدايه 2021. انا من الناس اللي هتحب الرياضه، فدايما كنتش استخسر في نفسي، كان دايما اخش النوادي اللي هي فخمه جدا، اللي هي ينفع ان انت تتمرن فيها. فكانت شبكه العلاقات بتاعتي كانت بدات من هناك. طبعا لما كان تحصل مشاجرات، اكتر مشاكل كانت تحصل للوافدين المصريين داخل دوله الكويت تجار الاقامات. يعني تاجر اقامه جايب واحد، اللي كان اول انطلاقه ليا، اللي جايب واحد وهو وهيكشف في الكشف فهو مات. هو وهيكشف ما رضيش يديله فلوس الاقامه لاخوه هناك. طبعا كانت يتم صلح، فكانوا يستدعوني ان انا اقعد. نصايحك ايه يعني من خلال التجربه البسيطه دي للمغتربين؟ نصيحتي في اليومين دول لدوله الكويت، دوله الكويت دوله منفتحه، دوله قانون، دوله كل حاجه، بس نصيحه: ما تسافرش بفلوس. اوعى تسافر بفلوس. انا القانون على فكره بيجرم هذا الفعل، لان هي مجانيه اصلا من الدوله. احنا انا 10 ترحلوا من الناس اللي جايه معايا مكتوب لهم كده على الورقه ان هو مقابل مال، يعني ان هو اقامه مقابل مال، ان هو دافع فلوس. هي بتبقى في مصاريف طبعا بالنسبه للمسافر والكلام ده كله، ولكن حابب اقول لك على حاجه: انت برضو قدرت يا غول ان انت توصل لشرائح مختلفه، يعني اسمك سمع في مصر وانت موجود في الكويت من خلال السوشيال ميديا. انا الحمد لله كنت حاسس بالناس وبتتفاعل معاهم. قول لي كان احساسك ايه وانت بتطلع الفيديو وتتكلم كده بكل بساطه وبكل شجاعه؟ انا الحمد لله يا استاذ احمد، احكي اللي جوايا، اللي هو جوا كل راجل فقير، جوا كل واحد تعبان. انت ممكن هتلاقي في التعليقات: ليه ما جبتش دكتور؟ ليه ما جبتش مهندس؟ ليه ما جبتش طبيب؟ ليه ما جبتش البتاع؟ الطبيب ما حكاش ظروف الراجل اللي كان ابوه ما لاقيش قوت اليوم، الوقت اللي كانت الحال ضيق. لا، انا حضرت ابويا هو ما فيش، حضرت عمي لما كان يجيب لاهلي والبيتي ويكسينا ويعمل، عشت الظروف دي فحكيت على الظروف دي. حضرت قهر الرجال جوه الغربه، وحضرت البهدله. كنت بتنصح الناس يعني وتقول لهم ان الانسان عادي يبدا صغير مش مشكله، يبقى عنده ازمات، بس لازم ينجح ولازم يحقق نفسه في الغربه ولازم يتحمل المآسي كل ده. مش عيب ان انت تكون فقير وبعد كده تصير ان انت راجل محترم الاول، وبعد كده ان انت تصير راجل مبسوط. ومش عيب ان انت تظهر ان انت نجحت من نجاح لنجاح. بس على فكره يا غول، الكلام ده ينفع جوه مصر وبره مصر. احنا عندنا نماذج هنا في مصر، شخصيات لا بتعرف تقرا ولا بتكتب ونجحت وبقت من اصحاب الشهره والمال. وعندنا ناس كمان ايضا بدات من الصفر وكبرت. مش عايز اقول لك اسماء عشان يعني الناس عارفه. يعني هتلاقي عندك في البلد في واحد اجتهد معنا داخل مصر، بقول لك مش سافر بقى. لا بس احنا اللي عايز ينجح. لا، احنا عايزين نوجهه للشباب اللي موجوده في الخارج. اهم حاجه التزامات بيتك، وبعد كده دور لي على القهوه. صحيح. وبعد كده دور لي اني انا البس لبس نظيف جدا وماركات. يعني لا، في بعض الناس اللي هتسافر الخارج هتقعد على القهاوي تصرف من 7 ل 8 دينار، ما يقارب ل 2000 جنيه، والبيت اصلا ما فيهوش حاجه. انت عارف يا غول، انا سافرت الكويت كذا مره، وفعلا كنت بنزل حته اسمها حوالي وحته اسمها خطاء. تمام. كنت بشوف القهاوي كانك في مصر، كراسي في كل حته، واللي قاعدين واللي قابلك تعالى قابلني القهوه الفلانيه. فبقول يا جماعه، طب انتوا في غربه، يعني احنا جينا سيبنا القهوه في مصر، جينا نقعد على القهوه. هو لا هو في ناس هتقعد على القهوه هتقعد مصالح وناس محترمه جدا. وفي ناس هتقعد هي خلاص، هي الشغل بتاعها ان هي تصرف بس، اللي هم ربنا يكفينا شرهم. انا عدوي الرئيسي كان في الخارج، واللي هو حاليا في الخارج وفي الداخل، وكان ليه الغرض ان هو يشوه سمعه دخول الغلابه. تاجر اقامات، راجل كالعرق جبين واحد، طلع من 3 الفجر ل 3 العصر. ده العدو الرئيسي. وكنت اقول له قدام اي حد، وما زلت هقولها، اني انا خصيمك ليوم القيامه. وكنت بهدده رسمي اني انا في يوم من الايام هكون سبب قطع عيشك من هناك، عشان انت قطعت. انت خدت واحد اجر ارض، واحد باع ارض، واحد باع ذهب بمراته، واحد راح عمل جمعيات، واحد صاحب ارض. الدوله بتحرمه وبتعاقب عليه قانونا، بتحرم يعني عليه قانونا. بس احنا هنخبوا على بعضينا. احنا هناك انا هروح اقدم لك النصيحه الاول. يعني انا ما اتكلمش على حد بهاء. انا اي حد مثلا هيصور الاستاذ احمد، صور الاستاذ احمد ان انا ليا
فلوس كذا كذا كذا، ابعتها لك اقول لك يا استاذ احمد انت راجل محترم ومن عيله، وانت اصلا قاعد شغال في الخارج نصاب، ومحسس عيلتك ان انت ليك نص الديوان الاميري موجوده هناك. فلو سمحت. طب قول لي، الناس بطلت تخاف. قول لي يا غول، يعني انت من كلامك كده حسسني ان انت دايما في ظهر الراجل المظلوم، عشان كده اطلقوا عليه غول الغلابه يعني. اكيد. جات لك اطلقوا عليك ازاي اسم أطلق له مين اللي اطلق عليك، ولا انت اللي اخترت الاسم ده؟ لا انا مش اطلقت على نفسي، انا كنت دايما كاتب حكايات في الغربه على طول، الصفحه بتاعتي اللي كانت الرسميه حكايات في الغربه دي الأساسية. حكايات في الغربه اللي هي الحكايات الرسميه بتاعتنا. اصبحت ان انا كل ما اقعد في قاعده عرفيه كنت دايما اجيب معايا ناس. اول ما تتحل المشكله بما يرضي الله، فكان الناس تقوم من الهيبه بتاعتك، والله انك غول، والله انك كفو، والله. فاطلق خدت اللقب بتاع اطلق علي غول الغلابه. واتشرف اني النائب عبد الرحيم الغول كان من محافظه جنة. ده حد شرف لكل المصريين طبعا، ده وكل الجماعه السعاده بارزه ومعروفه طبعا. فخدت لقب منيها الغول. استاذنته ده شرف لي جدي وشرف لي. ثانيا هو يعني اللي كان داعم ليك؟ انا الحمد لله كل المصريين داعمين لي.